يا شنفتي، يا صباح الله وفرحتي، يا نظر عين وكحلها ويا تراجي وقبلتي. حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم بيت الشهد مع شارعنا المبدعين. واليوم حلقة مميزة شوية لأن ويانا أسامي كبيرة. برحب بكم ويانا مع الشاعر الأول علي المنصوري. حياك الله أبو الأكبر. تستمين خيتي شهودة، إن شاء الله تكون الحلقة مميزة على الجماهير ونقدر نسعدهم. ويانا ضيفنا الثاني صادق طلال. حياك الله صادق. فدوى القلب شهودة، إن شاء الله أكون خفيف الظل عليك وعلى الجماهير. طبعا منورين اليوم، إن شاء الله راح تكون حلقة مميزة وياكم. وخلينا قبل نبدأ بالشعر لأن العالم وايد تنتظر هاي الحلقة من زمان، وخلينا نبدأ بيك أبو الأكبر. إيش راح تسمعنا؟ فدوى القلب شهودة، طبعا أحكي قصة قصيدة. مرة لي رفيج، فرفيجي وياي من الصغر كبرنا سوية. طيبت المفتاح مال برج، رحت رجعت لقيت التاء ما موجودة، استهضمت فكتبت هاي القصيدة. القصيدة تقول: إش ما يكبر برج وش ما تربى طيور، صعبة كلش لما صاحبك يخمط المفتاح، لو ما باب البرج مقفول كان ما تطير مني راح. ياما جيك بتار وتردني كئيب وخاطري تكسره ولا تقوله جباه، ياما جيك بتار وتردني كئيب وخاطري تكسره ولا تقوله جباه. انا كل امنياتي اخذ الطير القديم، كن الطيور افراخ بس انت شعره، واقول مرة انا وصاحبي طيرنا تار وكانت الدنيا عصر. مرة انا وصاحبي طيرنا تار وكانت الدنيا عصر، وصدفة لاقانا سطح كلش كبير والعبرته يريض ضرعان والسمر. صاحبي وما قدر يعبر، قلت له مدروح جسر. صاحبي وما قدر يعبر، قلت له مدروح جسر، وقام يشمر فوق حجار. هو 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 قام يشمر فوق حجار وطلع كل الوادم، قام يشمر فوق حجار وطلع كل الوادم. هو سلامتكم وسلامة الربع. الله أحسنت أبو الأكبر، أحسنت. وهسه خلينا إحنا وياكم نستمع للمبدع صادق طلال. فدوى القلب عيني شهودة. طبعا أنا راح أحكي لكم قصة القصيدة اللي هي على صاحبي حب بنية 3 سنين، كان علاقة حب، فطلعت البنية مقطاطة الله يستر عليها، فأنا كتبت لها القصيدة بعد إنه هو طلبها من عندي. إن شاء الله حتعجبكم وتعجب الشهودة. القصيدة تقول: سرسرية مو حبك هذا الدثو، لو شفتي ما عنده شخصية. سرسرية نسيت بطال تلميذه، نسيت السمسمية، كنت تقولي له يومية عيد ميلادي، وهو مثل الزمان يجيب لك هدية. سرسرية كان يقول لي من تحكي وياي ايدي تبرد، واني اجي اغطيه بالبطانية. سرسرية وبسلامتكم. الله خنورة. الله أحسنت يا مبدع يا صادق. طبعا حاليا إحنا وصلنا إلى نهاية البرنامج، إن شاء الله عجبكم. إحنا مو قصدنا نسيء إلى أحد، بس إحنا من حبنا هذول الشعراء فحبينا نقلدهم بشي. وحياكم الله.